السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير يا رب. النهارده هنعمل الاكله اللي انتم شايفينها دي يا حبايبي. نخش مع بعض على الفيديو ونشوف عملنا اكله السمك الرائع ده ازاي. نسمي ونصلي على الرسول ونخش مع بعض يلا على طريقه عمل السمك ده. كده انا جبت سمك سردين، والسمك ده مش عارفه اسمه ايه، فطبعا اللي هم بقى بتوع بحر هيقولوا لي السمك اسمه ايه. تمام. هو ما بيبقاش موجود الا في فصل الشتاء. آه، فانا جبته طبعا نضفته الاول، السمك اللي هو السردين، وده الموسم بتاعه. والسمك التاني اللي مش عارفه اسمه بقى انتوا تقولوا لي عليه في تعليقاتكم، تقولوا لي السمك ده اسمه ايه. تمام، اللي هم بتوع اسكندرانيه بقى، والناس اللي هم بتوع بحري بتوع دمياط. السمك ده بيبقى موجود في الفتره دي. وطعمه جميل جدا. جبت السمك طبعا نضفته كويس جدا، وانتوا عارفين الفرشه بتاعتي اللي بشتغل بيها اللي مخليها مخصصه للسمك بس. حطيته في الحوض ونضفت الكميه كلها، مجهزه الطبق بتاعي. وعامله فيه المحلول بتاعي، حبه الملح والليمون. ما بحطش خل، واللي بيحب طبعا يحط الخل بيحط الخل، بس بيهري السمك. فانا حطيته كده، والسمك شكله جميل جدا، وكان صابح واخضر وجميل قوي، هوريه لكم برضه. هاخد الكميه كلها واحطها في الطبق زي ما انا قلت لكم يا حبايبي كده، وفي المحلول الملحي ومعاه الليمون، كميه ليمون حلوه كده، او معلقه طحينه، وتسيبيه بقى فتره ربع ساعه نص زي ما انت حابه، اقصى حاجه نص ساعه. هتسيبيه ونبدا بقى نعمل في الخطوات اللي بعد بقى ايه، غسل السمك وتنظيفه. تمام كده يا حبايبي. ما تنسوش اسم السمك ده تقولوا لي عليه ضروري في التعليقات بتاعتكم. كده انا خلصت السمك بتاعي ونضفته. هبدا بقى، السمك ده كان اللي هو السردين كان ب 90، والسمك ده الكيلو منه ب 100 جنيه. تمام كده يا حبايبي. هنخش بقى نعمل ايه، الحشوه بتاعتنا الجميله بتاع الايه السمك اللي هو السردين، والسمك اللي مش عارفه اسمه. هنخش بقى كده مع بعض، والفرشه اللي بقول لكم بنضف بيها. طبعا انا مخصصه للسمك بس. كده انا خلصت الكميه اهوت، وحطيته في الطبق، هحطه بقى في الطبق. تمام يا حبايبي كده. خلاص زي ما قلت لكم حطيته في الطبق كده. طبعا احنا بنعزي الشعب الفلسطيني، وربنا يا رب يرحم شهدائهم ويداوي جرحهم يا رب، ويشفي مرضاهم، وربنا ينصرهم ان شاء الله يا رب. بمدده ان شاء الله. كده خلاص زي ما انتم شايفين عصرت السمك، او حطيت عليه الليمون. وبعد كده ايه، هنحط بقى ايه، نعمل الخلطه بتاعتنا. اول حاجه جهزت كيسين ملح، وكميه توم حلوه جدا. انتوا عارفين الخلطه بتاعتي تاروكه. اللي وصل معايا هنا ما ينسوناش من اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم منها كل جديد. طبعا جبت اللي هي الكبه بتاعتي، وحطيت فيها كميه توم حلوه قوي، عشان تعملي بطرمان منها على حسب ما انت حابه. وجبت كيسين ملح، وحطيت كام قرن كده، 3 4 قرون من الاخضر اللي هو الحامي، وبرده زيه من الاحمر اللي هي القرون الحمراء، وحطيتهم معاهم الملح. كيسين الملح. وبعد كده بتجيبي بقى اهم شيء معلقه ونص كمون، اهم شيء معلقه ونص شطه اللي هي الحاميه، ومعلقه ونص اللي هي ايه كزبره. الخلطه دي بتاعتك كلها بتحطيها، وما تحطيش ليمون ولا اي حاجه ولا خل. تمام كده. بتحطي الخلطه دي وبنضربها كويس جدا، وبتحطيها بطرمان. البطرمان لازم يكون ازاز عشان ما تفاعلش مع الملح والحاجات الحاجات بتاعتنا دي. وبعدينها بقى بعمل مال البتنجان، بتبقى الدقه رائعه. وبتطلعيها، وبعد كده تضيفي عليها الاضافات، عايز تحطي خل حطي، عايز تحطي عليها ليمون حطي، لكن ما تحطيش في قلب البطرمان ما تحطيش خل ولا ليمون. كده احنا خلصنا كده الدقه بتاعتنا الجميله. هنبدا بقى نعمل الحشوه التانية اللي انا مجهزاها برده في قلب الطبق. الحشوه دي بقى عباره عن ايه. كده خلصت، وهعبيه بقى في البطرمان. حطيت حبه منه في طبق، دي اللي هبدا بقى ايه اتبل منه السمك بتاعي، عليه الليمون، وعايز تحطي خل برده حطي خل. تمام يا حبايبي كده معايا. هبدا بقى اجهز الحشوه بتاعت السمك اللي هعملها. إيه، كده هحشي بطن السمك حشوه خفيفه بس، لان لسه هحط برضه يعني هحط برضه خلطه فيه. وبعد كده ايه، هتبلها برضه بالملح والايه والبهارات اللي انا حطاها دي. تمام يا حبايبي كده. هبدا بقى اشتغل برضه تاني في قلب الخليط بقى اللي هحشي بيه السمك غير الدقه. والسمك ده فعلا بيبقى له فتره معينه، وبيبقى مش بيبقى موجود طول السنه. فطعمه حلو قوي، انا بحب اجيبه في ايام الشتاء على طول. هو ما بقاش موجود الا في الشتاء. الخلطه بقى بتاعتي اللي هحشي بيها السمكه عباره، جبت بصلتين متوسطين او صغيرين، فلفل اخضر، فلفل الوان لو انت موجوده عندك، لو فلفل اخضر بس كفايه. وبتقطعيه طبعا تقطيع عشوائي، يعني انا هحشي بالسمك. تمام كده. كده هقطعه. ومعايا هنا معايا طماطميتين، قرنين فلفل، فلفل الوان عندك قطعي، اللي متوفر عندك كله اعمليه.
وده طبعا بيدي للسمك نكهه حلوه قوي وطعم لذيذ، بيبقى مسكر وحلو قوي. تمام كده يا حبايبي. كده خلاص هبدا بقى كمان اقطع البصل مع الخلطه دي بتاعتنا، وهجيب بقى الدقه اللي احنا عاملينها مع بعض دلوقتي، وابدا بقى ايه بعد ما اخلص تقطيعي الطماطم مع الفلفل الالوان والفلفل الاخضر، نجيب بقى الايه البهارات بتاعتنا اللي هي الدقه دي بقى بتومها بكزبره بالكمون، وهبدا بقى ايه ادعك بيها الحاجات دي كلها، الخليط ده كله عشان بلينه، عشان برضو ما يبقاش ايه البصل ناشف او كده في قلب الخليط. تمام. بعد كده بجيب بقى ايه السمكه وافتحها. الاول بحط بقى بجهز الصينيه بتاعتي، وابدا احط بقى حبه في قاع الصينيه. تمام كده. عصتها الاول زيت، وبعد كده ايه حطيت لها الاول بهاراتها الخلطه، وبعد كده بجيب الصينيه بتاعتي وابدا احط فيها الايه الخليط اللي احنا عاملينه ده مع بعض، حبه منه يعني، وعين الباقي، وعصرت ليمون، وحطي رشه خل خفيف، انا نص معلقه خل بس كده. تمام، ما نكترش في الخل. كده خلاص. كده بجيب بقى الصينيه بتاعتي وادهنها بالفرشه، وابدا احط فيها بقى ايه الاول كميه من الحشوه بتاعتنا اللي احنا عاملينها دي، وبعد كده نبدا نحط عليها السمك الايه السردين بتاعنا الجميل اللي انتم شايفينه ده. خلاص كده مسحتها اهوت بالزيت، وهبدا بقى احط الحبه بتاعنا، وطريقه حلوه قوي قوي، جربوها وقولوا لنا في تعليقاتكم ايه رايكم في ايه في اكله تاروكا. تمام يا حبايبي. ما تنسوناش من اللايكات عشان الفيديوهات نازله جدا، المشاهدات قليله قوي قوي، واللايكات ايه طبعا ده يعني بيسقط الفيديو. فربنا يكرمكم ويجازيكم كل خير، طبعا فضلا لامرا. ما تنسوناش اللايك اهم من التعليق يا حبايبي. إيه كده انا حطيت كميه اهوت، وهبدا بقى اجيب السردين بتاعي واحشيه بالحشوه بقى دي، مش الحشوه اللي هي الدقه بتاعته. وفي كمان حاجه برضو ايه يعني هتظهر لكم برضو حالا، ان في برضو اهم شيء في السمك اللي هو السردين بالذات، اهم شيء الكزبره الخضراء واللي هو الشبت. واللي حابب يحط عليه بقدونس برضو مفيش مشاكل، لكن انا بحط في الخلطه بتاعتي كزبره وشبت، ودي بتدي نكهه حلوه قوي قوي لصواني السردين، مع طبعا الزيت ومع الليمون، بيبقى رائع رائع. وطبعا انتوا عارفين فوائد السردين دي زي الماكريل بالظبط، في اوميجا 3، ودي حلوه جدا للمخ وحلوه للصحه جدا جدا. تمام. ف بتدي طعم حلو ونكهه حلوه، وفي نفس الوقت مغذيه. ويا ريتكم تكتروا من اكل السمك برضو، على الاقل وجبتين في الاسبوع. كده قطعت الخضره بتاعتي، وجهزت طبعا الصينيه الاولانيه. تمام. وهبدا بقى ايه صينيتي دي بقى احط بقى عليها الزيت وشويه الخضره، وهبدا ادخلها بقى ايه في الفرن بتاعنا مع الزيت اهم شيء والليمون. حطيت برضو حبه من الخلطه اللي احنا عاملينها على وش الصينيه، وده بيديها نكهه حلوه قوي قوي، البصل الخلطه اللي احنا عاملينها، الفلفل والبهارات، بيدي نكهه حلوه قوي قوي للصينيه، وبتبقى حلوه. حطيت الزيت برضو، واحط برضو عصره بس خل كده بسيطه كده، نص معلقه خل زي ما قلت لكم. وهبدا بقى ادخلها الفرن تحت خالص على سطح الفرن من تحت على درجه 180، طبعا اعلى درجه. خلاص خدت معاكي وغلت شويه، هتروحي مولعه الشوايه. لو انت عندك الشوايه العين اللي تحت بتولع، خلاص ولعي الشوايه من تحت يا من فوق يعني، والايه وخليها تحت هتستوي وهتديها الحمار الحلو بتاعها. تمام كده يا حبايبي. كده خلصنا خلاص الصينيه. هنبدا بقى في في السمك اللي انا مش عارفه اسمه، ان انتوا تقولوا لي في تعليقاتكم ايه بالنسبه للاسكندرانيه وبتوع بحري ودمياط، يقولوا لي ايه نوع السمك ده عشان انا مش عارفاه بصراحه. إيه شبيه المكرل بس هو مش مكرل. هنحط بقى ده نحشيه برضو بنفس الشكل، وجبت خله بقى عشان الحشوه بتاعته ما تقعش. تمام. عشان بيبقى الطعم بتاعه مسكر قوي قوي، ويبقى عباره عن جزل كده، ما بيبقاش ولحمه ابيض قوي من جوه. هبدا بقى اشبكها كده بالخله، وابدا بقى اعملها بالدقيق، واحطها في قلب الطاسه بتاعت التحمير. ودي كانت اكله حلوه النهارده بالنسبه للسمك اللي هو الصينيه، والسمك اللي هو اللي انا مش عارفه اسمه، وهتقولي له عليه ان شاء الله. وبدات بقى اجهز بقى، وده كان غدانا النهارده حبايبي. اللي وصل معانا الفيديو لحد هنا ما تنسوناش من اللايك واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم منه جديد. وكده كانت اكلتنا النهارده حبايبي. قليت بقى الكميه كلها بنفس الطريقه زي ما انتم شايفين. والاكله ما خليتش حاجه طبعا، السمك كان الرز جاهز، عملت بس شويه قطعت كمان معاهم كده طماطميتين حلوين، ما عملت السلطه لان هي الخليط كله ده عباره عن سلطه.
عملت بس شويه طماطم كده بالدقه اللي احنا عملناها معاكم، اللي هي دقه التوم دي جميله جدا، وشويه بقدونس بقى وكزبره على الوش كده. هو مغذي وحطيناهم كان جنب الاكل. اكلنا بقى هو زي ما انتم شايفين بقى، الاكله بتاعتنا كانت جهزت. الجرجير مع طبق الطماطم اللي قلت لكم عليه مقطعه شرايح، وده السمك اهوت اللي انا مش عارفه اسمه، صينيه السردين، ورز الاي الحبايه وحبايه اللي كنا عاملاه مع العيش. في اللي كانوا بقى بالعيش، وفي اللي كانوا معانا بالرز. ودي كانت وجبتنا النهارده. والسلام عليكم بقى ورحمة الله. اذا كان عجبكم جزاكم المحتوى الله كل بتاعنا او خير. الفيديو بتاعنا، ما تنسوناش من لايك